السلام عليكم ورحمة الله. معكم ديزاكس وراني جيتكم في مقطع جديد. أولا حبيت أن أشكركم لأنكم وصلتوني ل 9000 مشترك، وكل هذا بفضل الله أولا، ثم بفضلكم أنتم يا جماعة، لذلك لكم جزيل الشكر. وإذا كنت جديد معنا في هذه القناة ما تنساش أنك تشترك. خلينا نوصل هذه القناة إلى 10000 مشترك إن شاء الله، رانا رايحين نوصلوا لها and let's go. مستحيل أن تكون موجودة عائلة في هذا الكون ما عندهاش مشاكل، لأنه تقريبا كلنا عندنا مشاكل وفتنا بمشاكل عائلية، سواء كانت مشاكل كبيرة أو مشاكل صغيرة، هذا غير مهم. الأهم أنك تخلي هذوك المشاكل ما يفوتوش إطار تاع العائلة، لأنها رايحة تكون فضيحة يا أيها الإنسان. كما يقول لك المثل، اللي فضح أرضه فضح عرضه. وأسوأ شيء راح تعمله يا أخي الكريم أنك تحاول تحل هذوك المشاكل العائلية في حصة يقدمها هذا البنادم، وهذا ما قامت به العائلة تاع جوليا، بحيث أنهم حاولوا يحلوا المشاكل تاعهم أمام الملايين تاع الناس. وين واحد النهار هذه العائلة راحت الحصة عشت وشفت باش يحوسوا على بنتهم المخطوفة، اللي ظهرت أنها ما هي مخطوفة مول، وكل شيء بان أنه مجرد خرطي في خرطي. شاف بنتي وما جاي يحلل، راح عند وليدي يحلل وجا عند باباه يحلل ويبكي، يقول يا يمي العزيزه وبابا العزيز ارضوا عليا مدوا لي بنتكم. قلنا لهم لا حتى تجيب الباء تجوز الباء باش اسمه. قال نحن انا نكملها قرايتها انا كلش، انا ندير لها كلش. للاسف بعد الزواج نهار 15 ديسمبر سبتمبر انقطعت كل اسمه، قال اتصال غدوه من ذاك دار تليفون راجل قالوا ما سحق حتى واحد يجيني. باباه اللي دار تليفون قالوا ما سحق حتى واحد غير باباه معاه. معليش قلنا معليش نروح نصحوا الحاله معليش. ومن بعد كي رحنا لقينا قول ماشي العرس كان حتى واحد، غير حنا رحنا شربنا قهوه هذيك خرجنا وقالنا هكذا بالعباره بنتكم يتمها. يعني أنا على حسب ما فهمت أنه هذا الإنسان طلب هذا في بنتهم، هما ما بغاوش المرة الأولى، يعني صفحة باللي راهي تقراو ما على باليش، ولكن هو أصر أنه يديها تعب السيف. يعني قال لهم أنا راني رايح نكملها قرايتها ولا ما على باليش أنا. المهم وبعد كل هذاك الكلام هما قبلوا أنهم يزوجوا بنتهم لهذاك الإنسان. وبعد العرس مباشرة قرر أنه يمنحهم منعا نهائيا أنهم يشوفوا بنتهم. وإلى هنا أنا فهمت أنه الشخص الشرير هنا هو الزوج تاع البنت. ومن بعد واش صرا؟ قلنا له علاش ما تجيبهاش؟ قال باباها باللي عندي اسرار ما نقدرش نجيبها، خاطرك نخاف تخرج لي اسراري، خاطرك بنتكم جايه تهضر واش كاين. انا ما على باليش هي النوع تاع الاسرار اللي كان مخبيهم هذا الزوج اللي خلته يحجز هذيك البنت وما يخليهاش ترجع للعائله تاعها. ولكن اذا كانت الهضره تاع الام هذه صحيحه وكانوا كاينين الاسرار صح، فاحتمال كبير انه بنتهم راهي في خطر كبير، وحنا نقولوا الله يجيب الخير هذاك مكان. ولكن الحاجه اللي خلاتني مشوكي بعدها هي الرد اللي رداته البنت على الاهل تاعها هذو. قلت لك ضرتني بزاف فاتت الحدود تاعها بزاف. لحقت في العيد الناس تعيط لبنتها شي خير ينقلبوا، عيطت لي انا تهدت فيا وانا قلت لك وخويا هذاك حسام غادي يقول لي ندمك وندمكم كاع كيما راكم ونجي نكسر الباب عليكم وندخل. هي هاد الهضره داركم راهم يقولوا، لانه انا حكيت لداركم هاد الهضره، داركم قالوا لي انه الطفله ما راهيش في وعيها، ما راهيش مليحه. طيب كيفاش مانيش في وعي واني نهضر معاك نورمال؟ طيب لحقوا ضربوا راجلي في عرسي، الناس تفرح مع العريس وما يضربوا فيه ويطبعوا فيه يخرجوا من الصاله. كما راكم تشوفوا الحاله راهي مخلطه كامل، ما على بالنا شكون اللي عنده صح وشكون اللي راه غلط. وزيد المقدم تاع الحصه خرجها من هذه الهضره. اسامه نعم. كاين واحد المثل يقول لك يعني اسمح لي على المثل، هو نوعا ما شويه قاسي ولكن مثل شعبي داخل في افكارنا احنا يعني. يقول لك اللي ما فيهش الخير في ماليه ما فيهش الخير في الناس. ماكش خايف انه في نهايه القصه هذه، لانه الطاوله مقصره راح نعرفوا الحقيقه وشنو هي، ماكش خايف انه جوليا هي اللي تكون غلط؟ وراني متاكد انه بعد ايام خدمت هذه الهضره في الراس تاع هذاك الزوج اللي خلاته يحط هذا المنشور، وين قال لا خير في زوجة تغتاب زوجها في بيت اهلها وفي مجالس النساء تنشر اسرار بيتها، وعند انتهاء الجلسه تعود لتنام تحت سقف بيته. والله هذا يوسف نكع لازم يخربها في مكه حاجه، راك كيما راكم تشوفوا راه تعاود دار الفتنه ما بيناتهم، دار الفتنه ما بين راجل ومراته. على هذه السبب المشاكل العائليه انا دائما ننصح انها تبقى ما بين العائله، ماشي تروح تحطها في حصه مع بنادم كيما هذا اللي اسمه
يوسف النكاع ولا ما على باليش اسمه، لانه انا راني متاكد 100% باللي النيه تاع هذا الانسان انه يزيد يخلطها اكثر واكثر باش يجيب مشاهدات اكثر واكثر. هو ما هموش انه يتحلوا المشاكل تاعك، لانه الهم تاعو الوحيد هو انه يدير الباز بهذيك الحاجه ولا هذيك القصه اللي جبتها له انت، يزيد يخلص عليها اكثر واكثر. هي قضيه تاع نقود في الاخير، فاهم كيف؟ وحنا نقولوا الله يهديهم، هذا هو كل شيء. وانا راني متاكد انه ما كان حتى اي اب وحتى اي ام في هذه الدنيا رايحين يسمحوا في ولادهم، خصوصا اذا كان عندهم ابن مريض ويحتاج الى رعايه، لانهم رايحين يقوموا بالمستحيل باش يشوفوا ولدهم او بنتهم تعود الى حالتها الطبيعيه. وحتى ولو كان ذلك يعني انهم رايحين يتوسلوا للناس باش يساعدوهم بدافع الياس. كما خونا هذا من تيارت عنده ابنه مريضه وتحتاج الى عمليه خارج البلد مقابل مبلغ 240 مليون دينار جزائري، وبما انه هذا الانسان زوالي ولا حول ولا قوه له، كان من المستحيل بالنسبه له انه يجمع هذا المبلغ. ولهذا الناس نصحوه انه يروح عند هذا الشيخ في سطيف، بما انه هذا الشيخ معروف، على امل انه يجمع له التبرعات وينقذ ابنته. ولهذا واش دار هذا التيارتي؟ رفد بنته في سياره وداها لهذا الشيخ في سطيف. المهم هذاك التيارتي راح عند هذاك الامام ولقاه في نهار الجمعه، وين قال له حكى له حكايه تاعو واش راهو صاري، وقال له باللي راهي عندي بنتي هنايا وراهي مريضه وراهي يخصها مبلغها اش كاين واش كاين. قال له هذاك الامام ما كان حتى اي مشكل، راح نعاونوك بالحاجه اللي نقدروا عليها. وفي حقهم اموالهم، وبدا يقدر عليها يهدر عليها وانا لبك هو يهدر وانا فارح وانا نشوف فيه روحي راني رايح طريق، يعني داي بنتي نداويها خلاص، اي امام كبير الله يبارك، هدر عليها طرطق عليها الدنيا. وبالرغم من انه هذاك ما كانش من الاختصاص تاع هذاك الامام، ولكن الامام حب انه يعطيه مبادره من عنده ويعاون هذا الشخص بالحاجه اللي يقدر عليها. قال له يقعد عند الباب تاع المسجد ويقعد ينتظر حتى مورا الجمعه، ومورا الجمعه الناس اللي يحبوا يتبرعوا رايحين يتبرعوا لك، فاهم كيف؟ المهم بعد ما انتهت خطبه الجمعه الناس بدات تتبرع لهذاك الانسان وجمعوا له مبلغ 6 ملايين دينار جزائري. وهذاك الامام قال لهذاك التيارتي بانه يروح لدارهم وان شاء الله اذا جمعوا له مزيد راح يعيط له. واش ما كنتش فايق انت جاي تهدي بنتك واحد دارك صحه وان شاء الله راهي فايق ان شاء الله باذن الله هذه فاك عند الله. التيارتي بعد ما رجع لدارهم بدا يسمع في الهضره تاع الناس بدات تهضر عليه، بداو يقولوا بلي هذا الانسان صاير فراه راه لا مليار لا 400 500 600 مليون. المهم هو صدق الهضره تاع هذوك الناس. قالوا لي 900 قالوا لي 800 قالوا لي 700 كانت 450 مليون. المهم هذاك التيارتي بعد ما سمع الهضره تاع الناس ولا غير رايح وجاي على هذاك الشيخ، بحيث انه صمتها عليه، راك فاهم كيف؟ يعني تخيل ولا غير رايح وجاي عليه، رايح وجاي باش يدي من عنده الدراهم. المهم وبعد ما صمتها على هذاك الشيخ جبد له كاع الدراهم اللي كانوا كاينين وعطاهم له، وهذوك الدراهم كانوا عباره عن 20 مليون، راك فاهم كيف؟ وهذه الحاجه اللي خلات هذاك التيارتي مشوكي، قال لك كيفاه الناس قالت راه ملايم اكثر من 200 مليون وهذا الشيخ عطاني برك 20 مليون، راك فاهم كيف؟ المهم واش دار هذا التيارتي؟ راح جاب قناه تاع النهار، بالضبط راح جاب هذه المذيعه الخبيثه، وين حاولت هذه المذيعه الخبيثه انها تطيح بهذا الامام، راك فاهم كيف؟ حاولت انها تحشره باش تلصق فيه تهمه باللي هو اللي سرق ال 240 مليون وبدون دليل. المهم وبعد ما اتهموا هذاك الشيخ هدر لهم وقال لهم باللي راح يتابعهم قضائيا، واذا عندهم اي دليل ضده يبين باللي هو سرق يجيبوه، راك فاهم كيف؟ وفي الاخير بعد ما ظهرت باللي هذاك الشيخ كان عنده الحق وباللي هذاك الشيخ ما سرقش، هذاك التيارتي خاف على روحه وين خرج في واحد الفيديو هو يطلب من هذاك الشيخ انه يسامحه. وايضا هذيك المذيعه خرجت تبكي في حصه دموع التماسيح، يعني باش تبرر الفعل تاعها وتقول لهم بلي انا ما كانش نيتي لانهم كانوا في زوج عارفين انه رايحين يدوها بالطويله، راكم عارفين كيف كانوا رايحين يواجهوا الحبس. وكان هذا كله جاء لنا نهار اليوم، واذا كنت جديدا في ذا القناه فلا تنسى الاشتراك فيها، ونلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله.